نفسك تبقى ملك؟ ملك بجد، مش صحابك ولا الناس على الفيسبوك يقولوا لك يا كينج لما تتحرش بواحدة ولا تقصف جابة حد. طيب بلاش ملك، نفسك تكون رئيس جمهورية؟ ما تخافش، انا مش جاي اسجنك، انا عايز احكي لك قصة ارض ملهاش ملك ولا رئيس ولا حتى صاحب. الارض اللي انا جاي احكي لك عنها دي هي بير طويل، ارض مساحتها 2060 كيلو متر مربع، يعني حاجه كده قد دوله البحرين 3 مرات تقريبا. الارض دي مكانها على الخريطه على الحدود بين مصر والسودان، لكن الغريب ان هي لا هي تابعه لمصر ولا تابعه للسودان. ولو بتسال طيب هي مش تابعه لحد فيهم، ايه المانع اللي يخلي مصر تاخدها او السودان تاخدها وخلاص؟ هقول لك ان هما الاتنين مش عايزين الارض دي، ده كمان مصر بتقول ان الارض دي تبع السودان والسودان بتقول ان الارض دي تبع مصر. طيب في وسط الصراع اللي بين البشر من مئات السنين ان كل حد عايز حته زياده لبلده، ايه اللي مخلي بلدين يقولوا على ارض مساحتها مش صغير ان الارض دي مش بتاعتي، دي بتاعت جاري؟ اكيد ده يعني مش بسبب الاخوه بالبلدين، ما تبقاش ساذج. بس عشان نفهم ايه القصه دي محتاجين نرجع بالزمن لورا شويه ونعرف ايه العلاقه اصلا بين مصر والسودان من البدايه خالص. ومن دلوقتي اعتبر اللي انا هحكيه ده فيلم سينما، تخيل معايا. في القرن ال19 مصر كانت تحت الحكم العثماني، اما السودان فما كانتش دوله موحده، يعني كانت عباره عن قبائل متفرقه وكل قبيله ليها نظام حكم خاص بيها، لحد سنه 1811 اللي حصل فيها مذبحه القلعه وبدا محمد علي يحكم مصر بشكل مستقل شويه، عشان بعدها سنه 1820 يبعت جيش بقيادة ابنه إسماعيل كامل باشا عشان يضم الأراضي اللي في الجنوب. ومن ساعتها السودان ومصر بقوا هما الاتنين تحت سيطرة محمد علي. ودلوقتي هنسيب المشهد ده ونروح لمشهد تاني في مكان تاني. في نفس الوقت ده في مكان تاني من العالم كانت بريطانيا محتلة الهند ومخلصة اللي وراها واللي قدامها، زي ما حكيت لك في الحلقة اللي فاتت بتاعت ممر وخان، ابقى روح اتفرج عليها بعد ما تخلص الحلقة دي. انت دلوقتي طبيعي هيجي في دماغك سؤال منطقي، هو مال بريطانيا والهند ببير طويل ومصر والسودان؟ هقول لك استنى واسمع القصة اللي انا بحكيها لك للآخر وهتفهم ايه العلاقه. يعني اعتبر ده المشهد الغامض اللي بيجي في اول الفيلم ومش بتفهم ايه لازمته غير مع الاحداث. المهم بريطانيا عشان توصل السفن بتاعتها من لندن للهند والعكس كانت بتمشي في الطريق ده، كانت بتخرج من لندن وتلف حوالين قاره افريقيا وتروح للهند. ودلوقتي هنسيب المشهد ده ونروح لمشهد تاني في السودان. سنة 1822 إسماعيل كامل باشا ابن محمد علي اللي كان قائد للجيش بتاعه في السودان بيقعد مع زعيم قبيلة كان اسمه الملك نمر. إسماعيل كامل باشا بيطلب منه ضرائب كتير جدا وعبيد بأرقام ضخمة وفي وقت قليل جدا، في خلال يومين مثلا. نمر اعترض وقال إن المطلوب ده مستحيل تنفيذه. إسماعيل باشا ضربه على وشه قدام رجالته. نمر بلع الإهانة دي وقال لإسماعيل باشا سمعا وطاعة والمطلوب هيكون عندك. ده كمان اعتذر منه وعزموا على وليمة معمولة على شرفه كمان يومين. جبارة خدي. وفي اليوم اللي كان فيه اسماعيل باشا في الوليمة هو وشوية من رجالته، نمر بيحرق البيت بالناس اللي فيه انتقاما من اللي حصل له. وده يورينا ان اسماعيل باشا ما اتعلمش حاجة من ابوه خالص. نرجع تاني بقى لمصر. محمد علي لما وصل له خبر ابنه حي في السودان اتجنن وجاب جوز بنته اللي كان اسمه محمد بيك الدفتردار وعينه على الجيش وبعته للسودان. بس المرة دي مش عشان يضم أراضي الحكم، المرة دي كان بعته عشان يجيب حق ابنه. الدفتردار سافر السودان والوضع كان سيء بشكل ما يتوصفش، دم وقتل ومجازر للسودانيين وحكم بالحديد والنار وضرايب على الناس بشكل مش محتمل. وفي وسط كل الدمار والخراب ده نمر اللي حرق اسماعيل باشا، نمر هرب وراح على الحبشه اللي هي اثيوبيا دلوقتي، فضل هناك لحد ما مات. واللي دفع ثمن كل ده كان السودانيين لسنين طويله من عمرهم. وهنا هنسيب السودان حبه حلوين ونرجع لمصر تاني. في الوقت ده في مصر محمد علي كان عنده ابن اسمه محمد سعيد كان مجننه. محمد سعيد كان بيحب الاكل جدا وكان وزنه زايد، ومحمد علي كان عايز يربيه تربيه عسكريه ويكون جسمه رياضي، على اساس ان محمد علي كان سمباتيك. يعني انت اللي على قلبك ده دهون مش هموم. مش هخس يا كلب. المهم انه كان بيحرمه من الاكل ويا دوب كان بيخليه ياكل على القد. محمد علي كان ليه صديق دبلوماسي فرنسي اسمه ماتيو، كان عنده ابن اسمه فرديناند، ومحمد علي كان بيسمح لمحمد سعيد بالزياره ليهم عشان يتعلم اللغه الفرنسيه. ولما سعيد كان بيروح لهم فرديناند كان بيعامله كويس وكان بياكله مكرونه كده في الدره من ورا محمد علي. فمحمد سعيد حب فرديناند قوي،
يعني بسبب حوار المكرونه ده. المهم تعدي السنين ومحمد علي باشا يموت، ويمسك من بعده ابراهيم باشا، بعده عباس حلمي الاول، وبعده محمد سعيد باشا. محمد سعيد باشا بعد ما بيمسك الحكم مين يبعت له برقيه تهنئه؟ فرديناند. قال له مبروك على الحكم، ما اعرفش ايه وشويه كلام بالفرنساوي، وانا عايز اقابلك عشان ليك عندي مشروع هيكسبك ذهب. امضاء فرديناند دي ليسيبس. وفعلا بعدها دي ليسيبس بيقابل محمد سعيد باشا ويعرض عليه مشروع حفر قناه السويس. سعيد باشا وافق في ثانيه وعطى دي ليسيبس امتياز حفر القناه والانتفاع لمده 99 سنه. امال لو كان اكل بشاميل بقى كان عمل ايه تاني؟ المهم ان المشروع بدا والقناه اتحفرت في عهد محمد سعيد باشا لحد ما مات، وجه من بعده ابن اخوه الخديوي اسماعيل. ومن كل تفاصيل حفر القناه مش محتاجين نعرف غير حاجه واحده في قصتنا، ان مصر بسبب سياسات الخديوي اسماعيل والبذخ والاسراف في حفل افتتاح القناه سنه 1869 كان اعتماد الخديوي على الديون فقط لا غير. مين بقى كان نايم كل ده وصحى لما القناه اتعملت واكتشف اهميتها؟ بريطانيا. فاكر في اول القصه لما حكيت لك على طريق راس الرجاء الصالح؟ اهو بريطانيا لما لقت القناه اتحفرت واشتغلت ادركت ان في حاجه كويسه جدا وان في مصيبه كبيره جدا. الحاجه الكويسه هو ان القناه دي هتخلي الطريق اللي بين لندن والهند يكون اقصر بكتير جدا، وبالتالي في رحلات تجاره اكتر وفلوس اكتر. اما الحاجه الوحشه ان القناه دي تحت سيطره فرنسا، يعني ممكن تنام وتصحى تلاقي فرنسا قطعت عليها طريق رحلاتها للهند، او ممكن تلاقي في يوم الهند راحت منها خالص. وهنا بريطانيا كان لازم تتصرف بسرعه لما جات لها فرصه ذهبيه. الخديوي اسماعيل بسبب الديون اللي اتراكمت عليه عشان كان عمال يستلف يمين وشمال عشان مصاريف حفر القناه واحتفاليه القناه والتطوير اللي كان عايز يعمله في البلد، اضطر انه يبيع اسهم مصر في القناه سنه 1875 اللي هو بعد 6 سنين بس من الافتتاح. يعني استلف فلوس قد كده علشان يصرف على المشروع، وبعد ما عمله باع حصته فيه عشان يسدد الديون. حاجه في منتهى العبث يعني. المهم ان ساعتها رئيس وزراء بريطانيا طلع يجري وقام عارض على الخديوي اسماعيل انه يشتري الاسهم قبل ما فرنسا تسبقه وتشتريها. وفعلا ده اللي حصل، ومن وقتها وبريطانيا بقى ليها حته جوه مصر مسؤول عنها. بعد الكلام ده بقى بكام سنة والموضوع يطول شرحه، الخديوي اسماعيل اتعزل من الحكم بضغط من بريطانيا وفرنسا على السلطان العثماني. وبعد ما اتعزل اللي مسك الحكم كان ابنه الخديوي توفيق، عشان تيجي سنة 1879 وتحصل الثورة العربية ولقد خلقنا الله أحرارا ولن نستعبد بعد اليوم والحاجات اللي انت عارفها كلها دي. والثورة العربية انتهت بموقعة التل الكبير واحتلال بريطانيا لمصر. ووقتها بريطانيا قالت ان الاحتلال ده سببه الاضطرابات اللي بتحصل في البلد، وان احنا محتاجين نحمي الحاجات بتاعتنا في مصر اللي هي قناة السويس. وتم احتلال مصر رسميا سنة 1882. لكن قبل ما نكمل محتاجين نرجع سنة واحدة لورا ونمشي من مصر خالص ونرجع تاني للسودان اللي احنا سايبينها بقالنا بتاع 60 سنة دلوقتي. السودان من بعد الدفتر دار ولحد سنة 1881 الوضع كان من سيء لأسوأ، ظلم وبهدلة وضرايب وحاجة محدش يتحملها. في الوقت ده ظهرت شخصية قيادية الناس بدأت تمشي وراها. الشخص ده كان اسمه محمد ابن عبد الله ابن فحل، او بالاسم اللي هو مشهور بيه محمد احمد المهدي. المهدي كان قائد للثورة المهدية اللي قامت سنة 1881. والثورة المهدية دي كانت ثورة على الحكم التركي المصري وبتطالب بالاستقلال للسودان. ولكن محمد احمد المهدي ما كانش شخص عادي، الثورة اللي عملها كانت سياسية ودينية في نفس الوقت. الراجل كان بيقول لك ان في محرمات كتير بقت موجودة وعايزين نخلص من كل ده ونرجع تاني لطريق ربنا، وبالتالي الناس هتمشي وراه بسهوله. لحد هنا الكلام عادي، لكن اللي جاي ده مش عادي خالص الصراحه. محمد احمد المهدي جه في يوم وقال للناس ان ربنا والرسول بيجولوا في المنام وبيكلفوه بالثوره والقياده، واي حد كان بيعارضه كان بيكفره ويستحل دمه. كان من كلامه اللي بيقوله: لا يخفى عزيز علمكم ان الامر الذي نحن فيه لابد من دخول جميع المؤمنين فيه الا من هو خالي من الايمان، وذلك مما ورد في حقائق غيبية وأوامر إلهية وأوامر نبوية أوجبت لنا مهمات صرنا مشغولين بها. وما اكتفاش بكده، ده بعدها فكر في اسمه الحقيقي اللي أنا قلت لك عليه من شوية، محمد ابن عبد الله، وطلع وقال لك أنا شفت الرسول، والمرة دي مش في المنام، أنا الرسول جالي وأنا صاحي واجتمعت معاه وبلغني إن أنا المهدي المنتظر. ومن هنا جه اسم المهدي. وبعد كده الناس اللي كانت بتؤمن بيه كان بيسميهم الأنصار، وقام عامل لنفسه 4 خلفاء
الخلفاء، اللي هو حاجه زي الخلفاء الراشدين كده، واي حد كان بيعارضه كان بيتكفر وبيتقتل على طول. المهم ان الشويتين دول طبعا نفعوا وناس كتير مشت وراه. سنه 1881 قامت الثوره المهديه واستمرت 4 سنين، وفي الاخر نجحت فعلا والسودان استقل وبقى تحت حكم المهدي. لكن بعدها على طول بيجيله تيفويد ويموت بعد حكمه بكام شهر بس. ومن بعدها اللي مسك الحكم اول خليفه ليه كان اسمه عبد الله التعيشي. قبل ما ادخل بقى على الحكايه اللي بعدها خليني كده اديك تمهيد عن اللي هيعمله التعيشي. قبل الثوره المهديه كان في عاده في السودان ان بيتم دفن الموتى جوه البيوت في منازلهم، ولكن عبد الله التعيشي لغى العاده دي واجبر الاهالي على استخراج الرفات ونقلها للمقابر. فهنقدر نقول ان عبد الله التعيشي هو اول واحد طلع ميتين السودان. اللي كان بيحصل في السودان ده ما كانش عاجب بريطانيا. المشاكل اللي في السودان معناها ان مصر اللي تحت حكمها ممكن يحصل فيها مشاكل، والسودان طول ما هي مش تحت سيطرتها ممكن يجي وقت وفرنسا تحتلها. وقتها دي هتكون كارثه، لان الحدود الجنوبيه هتكون مكشوفه، وكمان منابع النيل ممكن فرنسا تقفلها على مصر اللي تحت سيطره بريطانيا. عشان كده الانجليز جهزوا حمله بقياده اللورد كيتشنر وراحوا احتلوا السودان، وفي 1898 هزموا عبد الله التعيشي وقتلوه في معركه درمان. يا محمد احنا معاك طول الليل ما تخافش. بس المره دي ما كانوش عايزين السودان يكون محطوط في نفس الكفه مع مصر، عشان بعدها بسنه تحصل حاجه مهمه جدا. سنه 1899 حصلت حاجه اسمها اتفاقيه الحكم الثنائي، ودي كانت عباره عن ان السودان هيكون تحت حكم مصري بريطاني، ولكن في الواقع بريطانيا بس هي اللي كانت بتحكم يعني. وساعتها بريطانيا ممثله في اللورد كرومر المندوب السامي، ومصر ممثله في بطرس غالي ناظر الخارجيه. وقعوا الاتفاقيه دي اللي كان من ضمنها حاجه تانية كمان. اترسم خط بالمسطره عند خط عرض 22 شمال، وقال لك اي حاجه فوق الخط ده هي تابعه لمصر، واي حاجه تحت الخط ده هي تابعه للسودان. ودي كانت اول حدود رسميه بين مصر والسودان. ولكن بعد التقسيم اللي حصل ده كان في مشكله، او بمعنى اصح اتقال ان في مشكله. قال لك ان في قبائل عايشه في حلايب وشلاتين المصريه ولكن هم سودانيين، وفي قبائل تانية عايشه في اسوان بترعى في بير طويل السودانيه بس هم مصريين. سرحت انت مع القصه ونسيت ان احنا بنحكي عن بير طويل اصلا. المهم عشان المشكله دي تتحل بتاعت القبائل، قالوا خلاص احنا هنعمل تعديل اداري على الحدود، والحدود بدل ما كانت في 1899 بالشكل ده وفيها حلايب وشلاتين مصريه وبير طويل سودانيه، بقت في 1902 بالشكل ده وفيها حلايب وشلاتين سودانيه وبير طويل مصريه، وهي كلها مرسوبه بالحب اصلا. والوضع ده فضل مستمر على كده لحد سنه 1956. وقتها بريطانيا ما بقتش موجوده لا في مصر ولا في السودان، والدولتين كل واحده فيهم بقت دوله مستقله. بعد الاستقلال بسنتين يعني في سنه 1958 السودان كانت هتعمل انتخابات، ومن ضمن الدوائر اللي السودان هتعمل فيها الانتخابات دي كانت دايره حلايب وشلاتين. وقتها عبد الناصر قال لهم حلايب وشلاتين ايه اللي هتعملوا فيها انتخابات؟ حلايب وشلاتين مصريه، وانا هعمل فيها استفتاء على الوحده بين مصر وسوريا. السودان قالت حلايب وشلاتين سودانيه، والكلام ده موجود من سنه 1902. مصر قالت لا حلايب وشلاتين مصريه، والكلام ده موجود في اتفاقيه 1899. والتعديل اللي حصل ده كان لاعتبارات انسانيه يعني، لكن الحدود الرسميه وفي الاتفاقيه سنه 1899. وكل بلد من البلدين بقت ماسكه في الاتفاقيه اللي بتقول ان حلايب وشلاتين بتاعتها وبير طويل بتاعت البلد الثانيه. في الوقت ده عبد الناصر اجتمع مع وزير الخارجيه السوداني وقتها محمد احمد محجوب، وقال له خلينا نعمل الاستفتاء بتاعنا والانتخابات بتاعتكم بعيد عن حلايب وشلاتين خالص، وبعد كده نبقى نتكلم عليها. وزير الخارجيه قال له لا يا زول مفيش منه الكلام ده. والسودان قامت رافعه شكوى لمجلس الامن بالموضوع ده، وساعتها عبد الناصر اتراجع عن حلايب وشلاتين وسحب قواته من هناك، وفضل الوضع على كده لحد عصر حسني مبارك. السودان قررت انها تدي حقوق تنقيب عن البترول لشركه كنديه. مبارك قال لك بلاش هيصه ودوشه، بلا 1899 بلا 1902 بلا مفاوضات بلا وجع دماغ، وقام واخد حلايب وشلاتين بالعافيه وناشر قوات جيش هناك، وانسحبت القوات السودانيه. عايز بوظ الجوازه بوظ يلا. ومن سنة 1995 ومثلث حلايب تحت الإدارة المصرية، والسودان بيطالب بيه، وكل شوية شكوى لمجلس الأمن. وعشان كده المنطقة دي هي منطقة نزاع حدودي لحد دلوقتي بين البلدين. وهنا هيجي السؤال المهم، هو ليه الاتنين ماسكين في حلايب وشلاتين قوي كده؟ الإجابة بسيطة وسهلة،
حلايب وشلاتين مفيده للبلد اللي هيكون مسيطر عليها. مثلث حلايب فيه موارد كتير ومناجم ذهب، وكمان بيتم التنقيب عن بترول في المنطقه، يعني ثروه، وموقعه استراتيجي على البحر الاحمر، يعني واجهه سياحيه كمان، وكمان مساحته كبيره تقريبا 20,000 كيلو. مين اللي هيسيب كل ده ويقول انا الحته دي مش بتاعتي وهو عنده اتفاقيه بتقول انها بتاعته؟ قارن بقى حلايب وشلاتين ببير طويل، هتلاقي ان مفيش مقارنه اصلا. بير طويل اصغر بكتير ومش بتطل على بحر ولا نهر ولا فيها موارد ولا اي حاجه. بير طويل عباره عن صحراء، جبل على شويه رمل وكام تل. عشان كده محدش مهتم ان هو ياخدها، عشان مش مفيده من ناحيه، ومن ناحيه تانية ان لو حد قال بير طويل بتاعتي ده معناه ان حلايب وشلاتين بتاعت التاني، عشان مفيش حد ينفع يكون معاه الاتنين. طيب المنطقه اللي محدش عايزها دي ينفع حد تالت يروح ويقول ان دي بتاعتي؟ ينفع عادي جدا. يعني انت لو طقت في دماغك بكره الصبح تروح هناك انت واصحابك وتعملوا دوله، محدش هيقول لك حاجه ولا حد هيجي جنبك نظريا يعني. بس تفتكر ان في وسط السنين دي كلها يعني مفيش حد جت في دماغه الفكره دي يروح هناك ويعمل الدوله بتاعته؟ اكيد في ناس راحت وعملت كده. واحد منهم كان امريكي اسمه جيرمي هيتون. ما تفهمش بقى بنته كانت لسه مخلصه فيلم الديزني ولا ايه اللي حصل، قالت له يا بابا انا نفسي اكون اميره حقيقيه. قام الراجل سنه 2014 راح بير طويل وغرس فيها علم وقال لك دي مملكتي وبنتي هي الاميره بتاعه المملكه دي. يا سلام. وفي نفس السنه في واحد روسي اسمه ديمتري شغال دي جي راح بير طويل وقال لك الارض دي بتاعتي وسماها مملكه ارض الوسط. وفي 2017 واحد هندي راح هناك زرع شويه عباد شمس وقال لك بير طويل دي بتاعتي وسماها مملكه ديكسيت على اسمه يعني. وفي 2019 سيده اعمال سعوديه لبنانيه قالت انا هعمل مملكه الجبل الاصفر وهجمع فيها كل اللاجئين اللي في العالم. لكن كل الناس دي مش بيكملوا في اللي هما بيعملوه، لانه في الغالب بيكون عباره عن هزار يعني. وكمان عشان يكون عندك دوله لازم يتحقق فيها شويه شروط عشان يتم الاعتراف بيها من الامم المتحده، والشروط دي مش بتتحقق في بير طويل. لكن مؤخرا في شخص ايطالي اسمه جيوفاني كابوراسو بالفعل قدم طلب للامم المتحده بقبول الدوله بتاعته في بير طويل، وده اكتر واحد يعني اخذ الموضوع بجد. لكن في الاخر بير طويل لحد اللحظه دي ملهاش صاحب ولا تحت سيطره حد، ومكان في العالم الاحداث كلها بتدور حواليه لكن من غير ما حد يكون عايزه. زي بالظبط ما قعدنا نحكي قصه الارض دي طول الحلقه من غير ما تكون هي بطلة القصة أصلا. في النهاية يفضل سؤال مهم، لو في يوم من الأيام اتعرف إن في بترول ولا ذهب في بير طويل وبكميات أكبر بكتير من حلايب وشلاتين، هل مصر والسودان هيفضلوا برضو يقولوا الأرض دي مش بتاعتي؟